السلام عليكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. ان شاء الله النهارده هقدم لكم فيديو جديد من فيديوهات المخبوزات. زي ما عملنا قبل كده القرص البيتي الطريه، وعملنا بسكوت الشاي اللي بالكاكاو، والبسكوت اللي بالبرتقال، والبسكوت الساده، وطلع تحفه. وزي ما عملنا الغريبه، وزي ما عملنا البسبوسه اللي بالسمنه والسمسم، وعملنا الفريسكا، وعملنا الكيكة الدايت اللي من غير سمنة أو لبن، وعملنا القرص. إن شاء الله النهاردة هقدم لكم فيديو جديد من المخبوزات. هنعمل العيش الشمسي. هنعمل إن شاء الله العيش الشمسي من غير شمس، يعني هنخبزه في الظل، يعني هنخبزه ونخمره تحت المروحة. ماشي. زي ما انتوا شايفين معانا المكونات: 2 كيلو ونص دقيق، مية سخنة للعجين، خميرة بيتي، كيس خميرة فورية، معلقة ملح، مية سخنة للعجين. يلا نشوف سوا هنعمله ازاي. اول حاجة جبت 2 كيلو ونص دقيق، وجبنا كيس خميرة فورية، وجبنا ملح، وجبنا مية سخنة للعجين، وجبنا خميرة بيتي عاملينها قبلها بيوم. تمام يا أمارات. هتضيفي قد لتر مية في الحلة، وتصب عليهم وتحط عليهم معلقة ملح، وفي طبق صغير على جنب كده تفضي كيس الخميرة الفورية مع نص معلقة سكر صغيرة، وتخليهم يتفاعلوا مع جنب على جنب كده مع شوية مية سخنين. وبعدين اهو فضينا الكيس مع الخميرة، فضينا كيس الخميرة مع شوية سكر صغيرين ومية، وسبناه على جنب. وفي حلة العجين ضفنا معلقة ملح ودوبناها كويس، وبعدين هننزل عليها بالدقيق اهو. هو خبيز بياخد خطوات شوية بس بيطلع حلو. انا اول مرة بخبزه في فرن البوتاجاز، كنا بنخبزه في الفرن الخبيز اللي بالانبوبة عند حماتي، بس انا المرة دي قررت ان انا عايزة اعمله في فرن البوتاجاز واشوف النتيجة تطلع شكلها ايه. بعد ما دوبنا السكر كويس، دوبنا الملح كويس في المية، هننزل بالدقيق ونعجن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نعجن ازاي؟ هتقعدي تلف الدقيق في المية لحد ما تلاقي كل الدقيق اختفى، ولما تلقي المية اللي في العجين يعني نشفت، صب شوية مية تاني وعجني، وبعدين تنزلي بالخميرة الفورية وتعجني. يعني العيش الشمسي كل ما تعجني فيه اكتر بيطلع طري اكتر، وتطلع اللبة بتاعته منفوشة وجميلة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات، كنت منزله لكم فيديو الليمون القضاليا، فيديو تفريز الليمون، وفيديو تفريز الطماطم، ونزلنا فيديو هريسة الشطة. بس واضح ان فيديو هريسة الشطة ما عجبكمش، لانه ما عملش تعليقات ومشاهدات زي فيديو الليمون. فان شاء الله النهاردة انزل لكم فيديو العيش الشمسي، وقريب هنزل لكم فيديو حلو تاني من فيديوهات رمضان. أو يا حبايبي، يعني الواحد لما بيحس ان الحاجة دي مناسبة وهتوفر معانا في الوقت وفي الجهد وفي المصاريف بنعملها. يعني لما انت تتفرزي الطماطم دلوقتي وهي الكيلو ب4 جنيه وب5 جنيه، تجيبي لك قد 20 كيلو وتضربيهم في الخلاط وتسبكيهم وتحفظيهم في الفريزر اكياس. كتير منكم عنده فريزر ديب فريزر، اما تحفظيهم في اكياس تيجي في رمضان صايمة وتعبانة هتطلعي الكيس وتعملي الاكل بتاعك بمنتهى السهولة. لما تجيبي الليمون زي كده وتعصريه وتفرزيه، وتيجي في رمضان تطلعي المكعبين كده وتعملي العصير، ولا تتبلي السمك، ولا تتبلي الفراخ، ولا تعملي السلطة.
يعني ده بيوفر علينا فلوس وبيوفر علينا وقت. كيلو الليمون يوصل 100 جنيه، ملناش دعوة، عندنا الليمون بتاعنا. كيلو الطماطم يوصل 20 جنيه، عندنا الطماطم بتاعتنا. كمان في ناس بتجيب البصل وتخرطه وتسبكه بالطماطم وتعمله اكياس صلصة وتشيله في الفريزر. برضو لما تيجي راجعة من شغلك تعبانة ولا مش فاضية، هتطلعي الكيس وتحطيه في الحلة ويتسبك على النار. هو كده كده متسبك، يا دوب هيسخن، وتحطي بقى عليه الفاصوليا المسلوقة او البطاطس او السبانخ او الحاجة اللي انت عايزة تطبخيها. برضو بدل ما الطبخة هتاخد معاكي ساعتين، هتعمليها في نص ساعة. هتسلقي اللحمة على عين في التسبيكة وخلاص. يعني اهو على قد ما نقدر يا بنات. وهرسة الشطة بردك بتفضل في التلاجة، بتستعمليها في المخللات وفي بتحطي معلقة منها في المحشي او في الكشري او في الكلام ده. يعني بتفيد معانا كتير يعني. كل اللي تعرف فكرة فينا تقولها لاخواتها او تكتبها لنا. اكتبوا لي في التعليقات لو حاجة انتوا عارفينها وانا مش عارفاها، اكتبوها لي. لو عايزين نعمل لكم فيديو معين كلموني عليه، وكلنا بنفيد بعضنا. وربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير، وكل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. اهو اتعجن العجين لحد ما العجينة تبقى طرية. يعني بتبقى زي عجينة البيتزا كده. عجينة البيتزا بتبقى ناشفة، هي بتبقى قطرة شوية. يعني بعد ما تبقى زي عجينة البيتزا كده تقدري تقطعيها وتمسكيها في ايدك. تزودي عليها شوية مية تاني وعجيني، بتبقى طرية شوية. بعدين تقطعيها زي ما شفتي كده على الحاجات الصواني والحاجات المدورة دي. جبنا نص كيلو ردة ورشيناه وقطعنا عليه. وبعد كده تغسلي ايدك من العجين وتساوي وش الرغيف كده، بططيه كده بالراحة يبقى مدور بالشكل الحلو ده. وتشغلي لهم المروحة لمدة ساعتين، ساعتين ساعتين ونص، لحد ما تلاقيه عالي كده، ابتدى يخمر ويعلى حجمها لفوق. حجم الرغيف يعني يوصل 2 سنتي 3 سنتي، يبقى عالي كده لفوق. بعدين بنقلبه على الوش التاني. هوريكم دلوقتي بنقلبه ازاي، ونشيل من عليه الردة دي. اهو يا حبايبي، بصوا شكلهم جميل ازاي، عاملين زي الوردات الحلوين. اهو يا امارات. انا لو اعرف من زمان ان خبيز العيش الشمسي كده في فرن البوتاجاز بيطلع جميل، ما كنتش ابطل اعمله الصراحة. اهو بصوا كده بنقلب العيش. بصي، تحط ايدك كده على الرغيف، تروحي ايه قلبة ايدك، تروحي حطاه تاني على الحاجة اللي كان عليها، وتنفخ الردة من عليه. تمام. اهو يا امارات، ده مقطعاها في صينية البسبوسة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللي ما اشتركتش منكم في قناتي، او اول مرة تشوف قناتي، او اول مرة تتفرج على فيديو من عندي، بتشرفني باشتراكها في قناتي بنت العمدة ام يوسف. واكتبوا لي في التعليقات بتتفرجوا على الفيديو بتاعي من انهي بلد. واهلا وسهلا بكم من كل بلدان العالم في قناتي. مشرفيني ومنوريني يا حبايبي. بعد ما العيش قلبناه وسبناه تاني تحت المروحة حوالي ساعة، حجمه علي لفوق زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين ولعنا الفرن لمدة 7 دقايق. الفرن سخنت، جبنا العيش ورصيناه فيها، يعني على الصاجة اللي في النص. هي بتبقى الفرن فيها صاجة وفيها شبكة. على الصاجة تخليها في النص، وتحطي عليها جنب بعضهم كده، بتشيل 4 ترغيفة. أو لو انت عاملاهم صغيرين ممكن تشيل 5. حطيت فيها 4 ترغيفة، سيبيهم حوالي نص ساعة. بعدين
تروح تلقي الرغيف كده عِلي لفوق وقعرته لونها أحمر كده من تحت، تمام، تروحي رافعاهم بالمقصوصة، ما تمسكيش بإيدِك عشان العيش بيبقى سخن، بالمقصوصة كده تدخّليها تحت الرغيف وتروحي رافعاها على الشبكة اللي فوق، حطيناهم على الشبكة اللي فوق، نروح طافيين الفرن ومولعين الشواية 10 دقايق وش العيش يحمر، وتدوريهم كده وكده عشان الشواية إيه ما تحمرش حتة جامد وحتة لأ، تحركيهم كده حوالين داير كده لحد ما وش الرغيف كله يحمر، تمام، وبعدين تطلعيه من الفرن. شفتوا شكله عامل ازاي؟ بصوا هنا بعد ما خبزناه وخلصنا حبينا نجربه في التغميس. ده كده بيض بالسمنة وده عسل، يعني دول اكتر حاجتين بحبهم بالعيش الشمسي. لما تقطعي اللبة بتاعت الرغيف كده وتغمسيها في العسل، يا خرابي في حتة تانية اهو. وده بيض بالسمنة البلدي برضه طعمه تحفة بالعيش الشمسي. يا بنات اللي مجربين العيش الشمسي وعارفين طعمه عارفين انا بتكلم عن ايه. ويا سلام لما تجيبي حبة تقلية كده وفيهم حتتين لحمة وتجيبي رغيف شمسي وتقعدي تغمسيهم، يا خرابي حاجة كده عيش. تمام يا اخواتي، اهو دي كوباية شاي وعسل وبيض وعيش شمسي. في واحد كمان في العيال بيحب الرغيف متأمر، يعني مع انه وهو طري بيبقى لذيذ، لكن هو بيحب يأمره عشان لما ياكل الشاي، فبيبقى برضه هو متأمر. لو فتتيه كده في شوية لبن بيبقى تحفة، لو فتتيه في شوية شوربة كذلك الأمر، لو غمستي بيه البصارة، لو غمستي بيه الملوخية الخضراء. أساس العيش الشمسي الملوخية الخضراء والويكة الخضراء، الأكلتين دول بالعيش الشمسي ليهم طعم تاني مختلف تماما عن كل الأكلات. يعني هو مختلف عن ان انت لما بتاكليها بالرز. شايفين شكله؟ بصوا اللبة بتاعته منفوشة ازاي وشكلها حلو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو عجبكم الفيديو اكتبوا لي في التعليقات تسلم ايدك يا ام يوسف. والاخوات اللي من الصعيد وبيعملوا العيش الشمسي اكتبوا لي في التعليقات انا كده عملته بالطريقة الصح ولا لا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوش لايك وتعليق حلو منكم. السلام عليكم.